مش معنى انك ما بتآمنش بوجود الجن او حتى ما شفتهمش قبل كده يبقى تكذب وجودهم وتقول ان هم مش موجودين، لان الجن موجود فعلا. وبرضه مش معنى انك ما حصلش معاك اي موقف غريب ليه علاقة بالاشباح والعالم الاخر يبقى تنكر وجود العالم ده من الاساس، لان ساعات كتير القدر بيخليك تعيش حاجات وتشوف حاجات انت كشخص ما كنتش بتآمن بيها ولا حتى عشتها قبل كده. قصتي اللي هحكيها لكم في الفيديو ده هتثبت لك بنسبة 100% ان العالم الاخر موجود وكمان الجن موجودين. انا كامل عندي 30 سنة عايش مع مراتي وعندي طفلين في بيت عيلة مكون من 3 ادوار. الدور الاخير كان من نصيبي انا ومراتي وعيالي، والدور التاني كان من نصيب امي وكمان ابويا اللي كبار في السن وعايشين لوحدهم. اما بقى الدور الارضي فكان من نصيب عمي اللي هو في الاساس السبب في كل حاجة. كانت حياتنا عادية جدا وفي نفس الوقت هادية، مفيش أي أحداث كتير، تقدروا تقولوا كده حياة مملة شوية، لحد ما في يوم من الأيام صحيت على صوت صراخ أمي وهي عمالة تصرخ. طبعا اتخضيت ونزلت جري علشان أشوف فيه إيه. ساعتها بقى اتصدمت وشفت بنفسي أبويا وهو مفارق الحياة، وشفت أمي قدامي وهي عمالة تصرخ وتقول هو السبب، عمك هو السبب في موته، لازم تاخد حق أبوك، لازم تنتقم من عمك، لو ما عملتش كده هتكون مش ابني، خد حق ابوك يا كامل. طبعا ما كنتش فاهم امي تقصد ايه بالظبط، وفي نفس الوقت كنت في صدمه بسبب موت ابويا، فما كنتش قادر اركز معاها. اليوم ده كان من اصعب ايام حياتي. دخلت الاوضه وودعت ابويا، وبعد كده ابتدينا نغسله ورحنا علشان ندفنوه. بسبب الاحداث اللي حصلت طول اليوم ده ما كنتش مركز في اي حاجه، بس في اخر اليوم لاحظت حاجه غريبه جدا. لاحظت ان عمي اللي هو الاخ الوحيد لابويا ما كانش موجود في اليوم ده وما كانش ليه اي اثر. طبعا سالت امي على عمي وانا مستغرب، وفي نفس الوقت سالتها هي تقصد ايه بالظبط بالكلام الغريب اللي هي قالته، وحق ايه اللي اخده من عمي لابويا. ساعتها بقى امي انكرت كل حاجه وقالت لي ان هي ما قالتش الكلام ده ومفيش اي حاجه حصلت، وقالت لي كمان ان هي ما كانتش في وعيها اساسا، واي حاجه هتكون قالتها فاكيد هتكون ما تقصدهاش. انا ما صدقتش امي خالص وحسيت ان هي بتكذب عليا ومخبيه عليا السر، بس بسبب ان هي كانت في حاله ما تسمحش اني اتناقش معاها قررت اقفل الكلام وقلت استنى كام يوم لحد ما تهدى وساعتها بقى افهم منها كل حاجه. بس للاسف ما لحقتش اعمل كده، لان بعد اسبوع من موت ابويا امي كمان ماتت وسابتني لوحدي. هنا بقى انا حرفيا كنت حزين جدا لدرجه الاكتئاب. امي ماتت وابويا كمان مات وعمي الوحيد اختفى خالص ومعرفش عنه اي حاجه. طبعا كنت في حاله صدمه وفضلت شهر ما بتكلمش مع اي حد ولا حتى مع مراتي، وطبعا مراتي كانت مقدره الحاله اللي انا كنت فيها. غريبه بقى ان من بعد موت امي وابويا الله يرحمهم واختفاء عمي وانا كل يوم حرفيا بشوف كوابيس مرعبه، كوابيس ما كنتش ببقى قادر افهمها، ودايما بحلم بابويا وهو واقف قدامي بس مش بشكله الطبيعي، شكله بيكون مرعب حرفيا في الحلم، وشه بيبقى اسود تماما ودايما بيبان انه خايف جدا ومرعوب وعلى طول بيشاور لي ناحيه حاجه معينه. انا ما بكونش فاهم هو بيشاور ناحيه ايه بالظبط، وكل ما بحاول اوصل عنده علشان اعرف هو بيشاور على ايه ما كنتش بقدر اوصل لاي حاجه. حياتي ابتدت تسوء يوم عن يوم، بعيدا بقى عن الكوابيس المرعبه اللي حرفيا بقيت بشوفها كل يوم. كمان مراتي دايما بتحكي لي حاجات غريبه بتحصل لها جوه البيت وانا بكون طبعا في الشغل، زي مثلا حد بيغزها في كتفها وبيحاول يصحيها وهي نايمه بالليل، ولما بتصحى وبتفتح عينيها بتلاقيني نايم في سابع نومه وما بتشوفش اي حد. اخر موقف مراتي حكتهولي ان عيالنا الاتنين في يوم من الايام صحوا في نص الليل وهم مفزوعين وبيعيطوا. اليوم ده انا كان عندي ورديه وسهران وما كنتش موجود في البيت، ولما مراتي راحت ناحيه عيالي علشان تعرف مالهم في ايه شاوروا على زاويه من زوايا الاوضه وقالوا لها ان في راجل عجوز شبه جده وشكله وحش جدا واقف في الزاويه وعمال يخوفنا. طبعا مراتي خافت وما كانتش فاهمه عيالي يقصدوا ايه بالكلام ده، ولما حاولت ان هي تبص على المكان اللي بيشاوروا عليه شافت خيال عدى في لمح البصر قدامها واختفى خالص. مراتي طلبت مني كتير اني اسيب البيت ده وامشي، بس انا في كل مره كنت برفض لاني كنت متعلق بالبيت ده جدا، بس اخر موقف هو اللي خلاني اسيب البيت ومرجعلوش مره تانيه. كنت نايم بالليل ومراتي كانت نايمه جنبي، وفجاه ابتديت اسمع اصوات خبطات جايه من الدور اللي تحت.
اللي هي شقة امي وابويا، كأن حد جوه الشقة وعمال يرزع فيها. طبعا افتكرت حرامي هو اللي دخل، لان الشقة دي مقفولة من ساعة ما امي وابويا فرقوا الحياة. اخدت مفتاح الشقة ونزلت جري، ولما فتحتها وفتشت في كل مكان ما لقيتش اي اثر لاي حد. بس قبل ما اخرج من باب الشقة سمعت اصوات الخبطات جت للمرة التانية. المرة دي بقى كانت جاية من غرفة ابويا. طلعت اجري على الاوضة علشان اشوف مين اللي موجود جوه، وساعتها شفت مشهد نشف الدم في عروقي. شفت شخص نايم على السرير بتاع ابويا وامي ومغطي نفسه بملاية. قربت منه وانا مرعوب وحاولت واحدة واحدة اشيل الملاية من عليه، واول لما شلت الملاية اتصدمت من اللي شفته حرفيا. شفت جثة ابويا وهي موجودة على السرير. طبعا اترعبت وما كنتش فاهم اي حاجة، لاني انا بنفسي اللي دفنت ابويا ده، فازاي جثته خرجت من التربة واتحطت على السرير في بيته؟ شكله كان مرعب زي ما بشوفه في الاحلام بالظبط، مش زي خالص ما دفنته اول مرة. وشه كان اسود خالص وباين على ملامحه الرعب والفزع. رجعت لورا ووقعت في الارض وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس في نفس اللحظة دي نور البيت كله قطع. حاولت اني اقوم من مكاني بس ما قدرتش اقوم بسبب اصوات الخبط اللي كنت سامعها في كل مكان، وبسبب كمان اصوات الاهات الغريب جدا اللي كان بيطلع من جثة ابويا. فكرت الوهلة ان التليفون موجود في جيبي، طلعته وشغلت الكشاف. ساعتها وجهت الكشاف ده على السرير. في نفس اللحظة دي ما لقيتش اي اثر للجثة. طبعا طلعت من البيت وانا مرعوب ومش فاهم اي حاجة. فضلت اسبوع بفكر في اللي حصل لي اليوم ده وازاي الجثة ظهرت وفي نفس الوقت اختفت. وبعد الاسبوع ده ابتدت الكوابيس المرعبة ترجع لي مرة تانية. وفي يوم من الايام وانا بشوف نفس الكابوس اخيرا قدرت افهم ابويا بيشاور على انهي مكان، وعرفت ان هو بيشاور على بيت عمي المكتب بتاعه. اخدت المفتاح بتاع بيت عمي اللي ما دخلتوش من ساعة لما اختفى وفتحت البيت ودخلت جواه وفتحت باب المكتب بتاع عمي. وهنا بقى كانت الصدمة بالنسبة لي، لان شفت في المكتب ده كتب كتير شكلها غريب، وشفت كمان ترابيزة مربعة عليها حاجات شكلها غريب جدا، عظم حيوانات وحاجات كتير كانت متعبية سائل زي الدم بالظبط. ده غير طلاسم واشكال لحاجات كتير كان ليها علاقة بالسحر الاسود. ولما رحت علشان اشوف الكتب دي بتتكلم عن ايه، لقيتها بتتكلم عن طرق تحضير الجن، ولقيتها كمان بتتكلم عن طرق الاعمال السفلية. وهنا بقى عرفت الحاجة اللي صدمتني طول حياتي، عرفت ان ابويا وعمي الاتنين مع بعض كانوا بيشتغلوا في السحر الاسود وكانوا بيعملوا اعمال وبيأذوا ناس. وعرفت كمان ان عمي هو اللي جاب ابويا ووداه للسكة دي، وابويا مات وهو بيعمل عمل من الاعمال دي. طبعا مفيش موتة ابشع من الموتة دي. عمي بقى انا معرفش عنه اي حاجة، وبرضه معرفتش اختفى فين ولا حتى حصل له ايه. بس الغريبة ان كل حاجة متعلقة بيه كانت لسه موجودة في بيته، هدومه وحاجته وكل حاجة حرفيا. قررت اني اقفل بيت عمي ومحكيش لمراتي اي حاجة، وفضلت موجود فترة في البيت ده. وطبعا احداث مرعبة كانت بتحصل لي، كوابيس غريبة ومرعبة بابويا واصوات خبطات بتيجي من بيت ابويا وكمان بيت عمي، لحد ما بعد فترة كبيرة قدرت اخيرا الاقي مكان تاني واتنقلت ليه. وهنا بقى كل حاجة كانت بتحصل لي وقفت خالص.